اللاعب عبد الرزاق حمد الله يتفوق على الدون في اللمسات داخل منطقة الجزاء خلال الشوط الأول. النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لمس الكرة 6 مرات داخل منطقة الجزاء مقابل لمسة واحدة فقط لنظيره البرتغالي. تفوق الزعيم العالمي كريستيانو رونالدو، الشيء الذي أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. مباراة النصر والاتحاد عرفت فوز فريق الاتحاد بهدف مقابل لا شيء، حيث كانت مباراة جد مهمة للتعرف على صدارة الترتيب. وشهدت المباراة لقطة أيضا أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قام اللاعب كريستيانو رونالدو مباشرة بعد انتهاء المباراة بضرب قنينات، معبرا على غضبه في خسارة اليوم ضد الاتحاد.